الزميلات والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع القرارات الإدارية الصادرة من مجلس محاكم الاستئناف زي ما بيسموه يحتاج إلى وقفة قوية من السادة المحامين ومن نقابة المحامين لعدة أسباب. أول هذه الأسباب أنها تمنع المواطنين من حقهم في التقاضي، وده حق دستوري. حق التقاضي حق دستوري، حق مصون بنص القانون ومكفول للجميع، وبتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاته، مش تصعيبها، مش إثقال كاهل المواطن. كمان بتمثل عبء شديد على جمهور المتقاضين من المواطنين، ونقابة المحامين دائما هي منبر من لا منبر له. نقابة المحامين كل المعارك، معارك الأمة، كانت تخاض على منبر نقابة المحامين وبمعرفة نقابة المحامين. كل مظاهر الاحتجاج على استمرار قوانين الطوارئ طوال سنوات طويلة كانت من خلال نقابة المحامين. المعركة التي خاضتها نعمات أحمد فؤاد ضد مشروع بيع هضبة الأهرام من خلال نقابة المحامين. زيادة الرسوم القضائية 2009 كانت من خلال نقابة المحامين. نقابة المحامين هي حائط الدفاع، الصد عن المواطن المصري وتقديم العون له لدفع المعاناة عن كاهله. لا شك أن هذه القرارات تفتقد المظلة الدستورية، ملهاش غطاء دستوري أو غطاء قانوني تفتقده، فهي لا تستند إلى قانون ولا رسوم إلا بقانون. والرسوم القضائية كما تعلمون مقررة بمقتضى قانون، ولا يؤثر في ذلك ولا ينال منه ما يطلق عليه مزاعم أخرى في تسميتها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان لا تفت في عضدنا، رسوم تقديم الخدمات المميكنة أو أي أسماء أخرى، أسماء مملكة في غير موضعها. تعاملت نقابة المحامين مع الأزمة بحكمة بالغة، وأرسلت رسائل متكررة هادئة تكشف عن رغبتها بضرورة مواجهة السلطات المختصة للأزمة ومعاودة دراسة الموقف لئلا تتفاقم الأزمة في وقت تحتاج فيه الجبهة الداخلية إلى الهدوء، إلى الاستقرار، لا إلى التوتر. واليوم ما عاد في قوس الصبر منزع، ولم تكن نقابة المحامين يوما ضعيفة في استخلاص حق المحامين أو حق المواطنين والوطن، وليس في الوسع الآن غير خوض معركة قوية عادلة إلى نهايتها، معركة بتفرض علينا. علشان كده احنا لازم نبقى حريصين على أن نستقطب دعائم وحلفاء في هذه المعركة. احنا بندافع عن حق المواطن في التقاضي. أولا لازم تبقى الأمور واضحة قدامنا، احنا بندافع عن حق المواطن في التقاضي السهل. وزارة العدل، محاكم الاستئناف يشوفوا لهم حاجة تانية، يبحثوا عن سبل أخرى لكسب مصادر لصناديقهم، سواء صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للسادة القضاء أو أيا كان الصندوق اللي هتروح له هذه المصروفات. يحاولوا يحصلوا على هذه الزيادة من خلال موازنة الدولة لو قادرين، إنما ما يقدروش علينا احنا. في موازنة للدولة، في مذكرة احتياج بيقدموها، إنما هذه الزيادات لا ينبغي أن تكون على حساب العدالة ولا على حساب المحامين. نرفض تماما كل محاولات دفع المحامين إلى التصادم مع المواطن في تحصيل قيمة هذه الرسوم. ولا يجب أن نكرر تحويل المحامي لمندوب. يقولوا لنا انتوا مالكم، المواطن هو اللي هيدفع. ما المواطن ده ابويا وابوك، اخويا واخوك. الله
وبعدين حولونا قبل كده لمندوبين لصالح الضرائب في القيمة المضافة، فاكرين؟ قالوا لنا انتوا مالكم؟ انتوا ضريبة القيمة المضافة ده المواطن هو الموكل هو اللي هيدفعها مش انت. طب ما الموكل ما بيدفعش، يقول لي مالكش دعوة مش هدفع، انت خد اتعابك. طب ما انا اللي بتصدر وانا اللي بتوقع عليا الغرامات. موقفنا الان ينبغي ان يكون موقفا قويا متناسبا مع هذه الازمة، وقد قدمنا التفاهم، قدمنا الهدوء، قدمنا ان احنا نوصل صوتنا للسلطات المسؤولة المختصة. الان آن الأوان أن تكون الكلمة للجمعية العمومية وليس لأحد آخر.